الشتا معروف ان فصل هادي ورايق بالنسبه لنا، لكن بالنسبه لبشرتك الشتا بتتعذب فيه حرفيا. لا وكمان انت بتعملي غلطات انت مش واخده بالك منها بتدمرها اكتر. هقولك بالظبط في الفيديو ده ايه الغلطات اللي بتعمليها بتدمر بيها بشرتك عشان ما تعمليهاش وتستغلي الفصل ده وتعالجيها فيه. بس الاول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي معانا. بتستخدمي غسولات قويه فيها احماض مقشره ومنظفات قويه بتشيل كل الزيوت فتنشفها اكتر، عشان كده بتحسي ان بشرتك ناشفه جدا ومشدوده وكمان بتوجعك. مبروك كده حاجز البشره اتدمر. انا ما بقولكيش ما تغسليش وشك، بس استخدمي غسول لطيف عليها في الشتاء مره لمرتين في اليوم. ما بتستخدميش مرطب قوي يديكي ترطيب كويس في الشتاء وبتنسي ترطبيها سواء كانت بشره جسمك او وشك. لازم ترطبي بمرطب غني جدا ما يكونش خفيف، في سيرامايدز وهيالورونيك اسيد صابونات على بشرتك، ودي قلويه اصلا هتشيلك كل الزيوت من على بشرتك وتعملك قشور بيضاء وكل المشاكل اللي قلنا عليها دي على المدى الطويل. بتستخدمي لها مقشرات تمام، بس مش كل يوم في الشتاء، هي مره واحده بس في الاسبوع، وبعد اي مقشر لازم ترطبي ترطيب عميق بالمرطب بتاعك. بتستخدمي لها ميه سخنه كتير سواء كنت بتتوضي او بتستحمي او حتى بتغسلي ايدك. الميه السخنه دي بتدوب الدهون اللي هي اصلا بتقوي جلدنا، حتى انت بعد ما تتعرضي لها كتير او تستخدميها بتحسي ان جلدك طري جدا ودبلان. برضه ما بقولش ما تستحميش، بس استخدمي ميه دافيه وما تطوليش كمان تحتيها، ورطبي كويس جدا بعد ما تخلصي شاور وحمام دافي بتتعرضي للهواء، مش بس عشان بيعمل برد، لا ده كمان حاجز بشرتك بيتاثر وبيبقى ضعيف جدا. عشان كده لازم تشربي ميه بعد ما تخلصي عشان توازني في درجه الحراره بين بره وجوه جسمك. كلنا بنكسل وبنغسل بشرتنا بمناديل مبلله، بس حابه اقولك ان المناديل دي بتبقى مليانه كحول وعطور هتزود حساسيه بشرتك اكتر ما هي اصلا حساسه في الشتاء. نفس الكلام بالنسبه للتونر، تستخدمي تونر كل يوم ليه؟ مليان كحول وعطور، الا بقى لو كان التونر ده مرطب ما فيهوش اي عطور او كحول تستخدميه كل يوم عادي. في ناس بقى تقولك رطبي بفازلين وانتي ما تتوصيش، بتغرقي بشرتك كلها بفازلين وفي الاخر ما تلاقيش اي ترطيب. هتقولي لي طب هو ليه ما بيرطبش اصلا؟ علشان الفازلين بيعمل طبقه عازله على السطح فبيمنع تبخر اي ميه او رطوبه اللي هي اصلا مش موجوده جوه جلدك في حالتك دي. هو ما بيرطبش زي الجليسرين والسيرامايد والهيالورونيك اسيد، هما حاجه وهو حاجه تانية. ما بتهتميش بشفايفك ولا بترطبها. شوفي الفيديو ده لو عندك شفايف بتتشقق وبتنشف في الشتاء. لو لقيتي نفسك بتعملي واحده من الغلطات دي اكتبي لي في الكومنت ونحلها مع بعض بالتفصيل. لو عايزاني اعمل بارت 2 للغلطات اللي بنعملها عامه اكتبي لي في الكومنت، وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.